لو معاك 10 ملمات النسر 1960 ألمونيوم يا جماعة، تكون الخامة بتاعتها ألمونيوم، فدي سعرها عامل 30,000 جنيه. أيوه زي ما بقول لك كده، بس محدش يجي لي جوه الفيديو ويجيب لي 10 قروش 1960 ويقول لي أهيت معايا. لا يا جماعة، الحاجات دي كلها ملهاش أي لازمة. 10 قروش 1960 ألمونيوم ملهاش أي لازمة، بقولها لكم اهوت ملهاش أي لازمة. وكذلك برضو 10 ملمات 1960 النسر مصنوعة من النحاس أو من البرونز ملهاش اي لازمه. العمله المطلوبه اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه هي 10 ملمات وتكون نسر ألمونيوم 1960. كلامي واضح؟ اللي معاه العمله ديت هو اللي يصورها لي ويبعتها لي، هي دي اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ليه سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه والمواصفات اللي فيها اللي خلتها بالسعر ده، فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا لايك وتعليق عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. ويلا بينا دلوقتي نخش جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم يا جماعة من جديد. النهاردة هنتعرف على 10 ملمات النسر ألمونيوم 1960 النادرة الشهيرة اللي سعرها وصل بالفعل ل 30,000 جنيه في حالة الأنصر. لو هي زيرو بدون أي خبطات أو نقرات، حالتها زيرو، فبيوصل سعرها ل 30,000 جنيه. طب إيه المواصفات بقى اللي في ال10 ملمات النسر ديت اللي خلتها ب 30,000 جنيه؟ ال10 ملمات ديت مصنوعة من الألمونيوم، القطر بتاعها 23 ملي، والوزن بتاعها 7.5 جرام. طب ليه سعرها غالي كده؟ اللي خلى سعرها غالي كده اللي هي تم عمل منها بروفة للإصدار سنة 1960، ولكن لم يتم إصدارها، وتم إصدار منها كميات قليلة جدا، لذلك هي موجودة بندرة أو مش موجودة كتير جدا في السوق، وهو دي اللي سعرها اللي مخليه بيوصل ل 30,000 جنيه. طب إيه اللي متاح زيها؟ موجود 10 ملمات نسر بس نحاس، وموجود 10 ملمات نسر بس برونز سنة 1960، ودي سعرها مش غالي جدا، ملهاش أي لازمة، وموجودة مع كل الناس. رخر كل الناس هتبعت لنا 10 ملمات نسر نحاس أو برونز. لا يا جماعة، العملة دي مش مطلوبة، اللي مطلوبة 10 ملمات النسر ألمونيوم 1960. طب موجود إيه تاني زيها؟ موجود 10 قروش النسر 1960، ودي مصنوعة من الألمونيوم. موجود 10 قروش نسر ألمونيوم 1960، بس دي برضو مش مطلوبة، دي متداولة وموجودة مع كل الناس، فملهاش أي قيمة، محدش برضو يبعتها لنا. اللي مطلوبة يا جماعة العملة النادرة المطلوبة اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه، لابد إن يكون مواصفاتها كالآتي: فيها تكون 10 ملمات في الخلفية، ومكتوب 1960، وتكون مصنوعة من الألمونيوم، والوجه بتاعها يكون عليه نسر، وفي جوه النسر نجمتين بيرمزوا للوحدة بين مصر وسوريا، وفي الخلف وفي الظهر بتاعها مكتوبة الجمهورية العربية المتحدة. دي العملة المطلوبة اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه. أي عملة خلاف المواصفات اللي أنا قلتها ملهاش أي قيمة، أو سعرها بيكون عادي جدا جدا جدا، يعني بيكون 5 أو 10 جنيه للقطعة. أنا كده خلصت يا جماعة كل ما يتعلق بالعملة. طيب العملة دي لو معايا أبيعها فين؟ تبيعها من خلال 4 أماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا. وتبيعها اول حاجه من خلالي انا شخصيا، لو معاك العمله هتبعتها لي، بس العمله المطلوبه نفس المواصفات هتبعتها لي وتصورها لي، وهتواصل معاك، وهنبدا نحدد ونقيمها هل حالتها بتجيب قد ايه، لان حالتها مش كلهم هيجيبوا 30,000 جنيه، بيبدا حالتها اقل حاجه من 5,000 جنيه الى 30,000 جنيه. هنقيمها وناخدها منك. طيب لو مش عاوز تبيعها من خلالي، في 4 أماكن تقدر تبيع بيهم العملة في أماكن مختلفة. أول مكان تبيعه في الأسواق الحرة اللي موجودة على مستوى الجمهورية، سواء موجودة في القاهرة أو الإسكندرية. طب فين بالظبط؟ تبيعها من خلال سوق اللي بينعقد كل يوم سبت، اللي هو اسمه سوق ديانة، بينعقد كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء. دي بينعقد كل يوم سبت. فين موجود سوق ديانة ديت؟ موجود في وسط البلد في شارع عماد الدين الألفي. تمام. تبيعها ايضا في سوق تاني بينعقد في الاسكندريه في ميامي، في جنب كافيه صيام. طيب تبيعها فين تالت؟ تبيعه في المتاجر الالكترونيه اللي موجوده على الانترنت على جوجل، زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونيه. طيب تبيعه فين تاني؟ تبيعه من خلال المزادات اللي موجوده على جروبات الفيسبوك، وهسيب لكم العناوين بتاعه الجروبات في الرابط اسفل الفيديو.
طب تبيعه في الرابع، تبيعه من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت، بتعرض فيه العمله وبتتباع وبتتواصل مع صاحبها وبياخدها من. انا كده خلصت يا جماعه، وبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.